دايما بنسمع ان العقار صعب التسييل، وانا جاي اقول لك النهارده يعني ايه السيوله في العقارات ببساطه يا صديقي. لو عايز تحقق استثمار عقاري ناجح لازم من بدايه الاختيار تكون بتختار عقار سهل التسييل، وده بيكون عن طريق عده عوامل بنشتغل عليها مع بعض علشان وانا داخل العقار ده اكون عارف ان لو حصل اي احتياج لقيمه راس المال اللي موجوده في الاستثمار ده اقدر اخرج منه بسهوله. ومن المصطلحات اللي سمعتها في بدايه شغلي في الاستثمار العقاري كان كلمة سمعتها من العميل ده قال لي احنا ما بنكسبش في العقار واحنا بنبيعه، لان كده كده هنبيع بسعر السوق. احنا بنكسب في العقار اما بنعرف ازاي نشتري. وساعتها الراجل ده انا اتعلمت منه درس مهم جدا، وهو انك ازاي تعرف تشتري عقار. فلو عايز تعرف ازاي تشتري عقار مظبوط تابعني وهساعدك.